السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم شهيوات منى الشرقاوية. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. عواشركم مبروكة والله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة. اليوم جيتكم بالجديد اللي رائع جدا، وأكيد الأغلبية منكم غادي تعجبهم هاد الشباكية أو هاد المعسلة، خصوصا أنها اقتصادية بلا كثرة القوام وبطريقة اللي سهلة وبلا تشباك. غادي نشاركها معكم بأدق التفاصيل بطريقة سهلة بزاف وبسيطة، بلا بيض بلا خميرة، وكتجي رائعة وكتجي مجعبة وشاربة العسل. أكيد إلا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايكات، واللي ما اشتركتش في القناة فتشترك باش دائما توصل بجديد وفرجة ممتعة. فبالنسبة للمكونات مباشرة مع الطريقة ديال التحضير اللي كتبقى سهلة بزاف وبسيطة، غنحتاجو هنايا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض أو ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبة اللي ضروري تغربلو من قبل، مع ملعقة كبيرة ديال النافع مطحون ومغربل، 3 ديال المعالق كبار ديال الزنجلان خضر ومطحون او مهرمش، كيجي رائع. فبالنسبه لهذه الكميه البنات اللي عطيتكم راه مضبوطه 100%، غير تبعوا اكيد غتحصلوا على نتيجه زوينه بزاف. ضفت هنا واحد الملعقه صغيره ديال القرفه، الا ما كنتوش كتبغيوها ممكن تستغناو عليها. فهنا ضفت كذلك الملح اللي ضروري منها واساسيه على حسب الذوق، وكذلك كتعطي الدور ديالها في المعسله. هنا مباشره كيف كتلاحظوا غادي نخلطوا هاد المكونات او النواشف مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيفوا هنايا كاس الا ربع ديال الزبده المذابه. بالنسبه للزبده انا استخدمت هنا غير الزبده ديال العلب فقط، ممكن ديروا زبده من اصل حيواني او المارغرين اللي عندكم خدموا به. هنا مباشره غادي نبداو كنبسبسوا هذا الدقيق مزيان في الزبده على هذا الشكل. من بعد غادي نبداو كنجمعوا العجينه بكاس ديال الحليب. بالنسبه لي انا خديت في الاول كاس ديال الحليب، بديت كنضيفو تدريجيا شويه بشويه، وانا كنجمع على هذا الشكل هكا كيف كتلاحظوا معايا. فمن بعد غادي نضيف كذلك 4 كاس اخر ديال الحليب، يعني هذه الكميه او هذا العجين اللي عطيتكم غتاخذ لكم كاس وربع ديال الحليب مضبوطه. وكيبقى دائما على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيتشرب دغيا وكاين اللي عادي. فهنا كيف كتلاحظوا معايا كنبداو كنجمعوا هكا بهذه الطريقه اللي سهله بزاف. بالنسبه للاساس ديال هاد العجينه خاصها تجيكم قاصحه بحال العجينه ديال الشباكيه، ما ترطبوهاش تماما باش تحصلوا على نتيجه مزيانه وما تعذبكمش فاش تبغيو تشكلوها. فبهذه الطريقه كيف كتلاحظوا راني كنجمعها هكا بصعوبه كيف كتلاحظوا معايا، ولكن في الاخير راه كنحصلوا على واحد النتيجه خطيره. وهاد الشباكيه ديال الحليب كتجي احسن بكثير من الشباكيه العاديه، واخا كتشوفوها هكا قليله في القوام لكن المذاق ما نعاودش لكم شي حاجه اللي توب، وانا متاكده الا جربتوها غتعاودوها مره اخرى وغتكون اساسيه دائما عندكم في رمضان. فهنايا بعد ما جمعت العجين كيف كتلاحظوا كنت خديت نص كاس ديال الحليب فاستخدمت غير ربع ديالو فقط. فهنايا خديت العجين وضعته على سطح العمل، غادي ندلكوها البنات 1-2 دقائق. من بعد نقطعوه على هذا الشكل، انا قطعته على 6 ديال القطع، ممكن تقطعوه على اقل يعني على حسب اللي بغيتو، غير باش تسهلوا عليكم الخدمه وخصوصا المبتدئات اللي ما عمرهم جربوا الشباكيه. فهنايا كناخذ هكا كل قطعه كنبدا كنشكلها على شكل حربول كيف كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه هذه. راه ما كنحتاجوا لا دقيق لا زيت، يعني كنبقاو كنخدموها بشكل عادي حيت العجينه قاصحه وما كتلصقش لينا. هنا غادي ناخذوا بلاستيك وغادي نبدا هنايا كنعمرهم على هذا الشكل. كنخلي غير وحده ضروري تغطيوها باش ما تنشفش لكم العجينه. انا هنا مباشره خدمتها ما خليتهاش ترتاح، ممكن تخليوها حتى 10 دقائق ربع ساعه، يعني الا ما بغيتوش يعني تعذبكم واخا قاصحه. انا خدمتها بشكل عادي وسهل يعني ما عذبتنيش تماما. فخديت كيف لاحظتوا معايا القطعه الاولى فبديت كنطلقها على هذا الشكل هكا، يعني كتطلقوها بشكل عادي واخا هكا تجيكم الشكل ديالها مخسر هكا ماشي مشكل حيت مازال غادي تشكلوها. كنشكلوها بهذا الشكل على شكل مسيمنه كيف كتلاحظوا معايا، كنطويو الجوانب وكنتحصلوا على مربع بهذا الشكل هكا. وغادي نستمروا بنفس الطريقه. غادي ناخذوا كذلك القطعه الثانيه، غادي نبدا
كنطلقها بنفس الكيفيه، يعني ما كيهمنيش هنايا الشكل ديالها كيف ما درت ليها ماشي مشكل. فهنا كنطلقوها بشكل عادي، ما ترقوش بزاف وما تخليوهاش غليظه باش تحصلوا في الاخير على شباكيه اللي تجيكم مجابه وكذلك كتجي مورقه وكتجي خفيفه. فبهذه الطريقه كيف لاحظتوا معايا كنطويو الجوانب، من بعد كناخذوا الجوانب كنجيبوهم الوسط كنتحصلوا على مربع، وحنايا مستمرين حتى نساليو هذه الكميه كيف لاحظتوا معايا كامله بنفس الطريقه. غادي نوضعهم هكا في البلاستيك كذلك. انا هنا مباشره كيف ما قلت لكم خدمتها، يعني ما خليتهاش ترتاح تماما. الا بغيتوا نتوما تخليوها خليوها هنايا 4 ساعه وخدموها يعني بشكل عادي. هنا كناخذ المربع الاول اللي لاحظتم كيف لاحظتوا معايا خدمته في الاول هو اللي بديت به. فغادي نبدا كنطلقوا على هذا الشكل هكا، نعطيه واحد الشكل اللي يكون مربع او مستطيل باش يعاونني انني نقطعه. فكيف لاحظتوا غادي نقطعوا على 3. غادي ناخذوا هذا القطع نوضعوهم في بلاستيك وغادي نبداو هكا بالقطعه الاولى. غادي نبدا نطلقها شويه بالمدلك على هذه الطريقه هذه، من بعد غادي ناخذها ونوضعها هكا في الاله ديال التوريق. فبالنسبه للرقم ديال الاله البنات راه كتبقى على حسب كل وحده والاله ديالها. كاين اللي كتبدا بالرقم يعني الرقيق هو الاول، كاين اللي كتبدا بالعكس. فانايا هنا ورقتها على رقم 5 فكافيه. فإلا ما كانتش عندكم هاد الاله فممكن تخدموها غير بشكل عادي، يعني تورقوها على سمك اللي يكون رقيق. من بعد كتبداو تشكلوها او كتقطعوها هكا كيف كتلاحظوا معايا شرائط، وغتبداو كتشكلوا فيها بشكل عادي. يعني راه ما كاينش مشكل، انا جربتها بجوج طرق بالاله وبلا اله كتعطيني نفس النتيجه. فبالنسبه للطريقه ديال التشباك او التشكال، يعني ما نقولوش التشباك هو ديال الشباكيه، اما هذه راه ماشي تشبيكه، هذه غير كتبداو تشكلوها غير على اطراف الاصابع ديالكم. فلاحظتوا معايا الشكل ديالها غزال بزاف كتجي على شكل وريضه. كناخذوا الشريط كنوضعوه هكا على الاصبع ديالنا الفوقاني، يعني كناخذوا الطرف كيكون الاصبع الاول من الفوق، كنبداو كنلويو على 2 اصابع، من بعد كنزيدوا الثالث، من بعد الرابع، وكنبداو هكا في الاخير. كناخذوا يعني الطرف الاخر ديال الشريط هو الاخير في الاصبع اللي بدينا به في الاول، وكنبداو كنقرصوه بشكل عادي. فهانتوما كيف كتلاحظوا الطريقه، يعني غير تبعوا معايا الفيديو راه واضحه 100%. فهنا ضروري انكم تقرصوا العجينه مزيان من التحت باش تثبتوها وما تحلش لكم فاش تبغيو تقليوها. فهنا مازال غادي نشكل معاكم قطع اخرى. كناخذوا الشريط فكيف لاحظتوا الطرف ديالو كيكون الفوق، من بعد كنلويو على 2 اصابع، كنساليو هذيك اللويه في 2 اصابع، من بعد كنزيدوا الثالث، من بعد الرابع، ومن بعد كنقطعوا الا كان شي زائد هكا من الفوق، يعني 2 اطراف كيتلاقاو في الاصبع اللي كيكون الاول. من بعد كتقرصوا بشكل عادي. كنتمنى الشرح يكون واضح. ها كيف كتلاحظوا معايا يعني طريقه سهله وواضحه. فمن بعد كنوضعوهم هكا في واحد البلاطو نخليوهم جانبا ينشفوا. غادي ناخذوا العجين كذلك غادي نشكلوه بنفس الطريقه. فبالنسبه لهذا الزائد كنوضعوه هكا في المربع الاخر يعني، وكنخليوه باش نتحصلوا في الاخير على نتيجه مزيانه، يعني راه ما كيضيعش. كناخذوا هكا الشريط كنطلقوه غير واحد شويه بالمدلك، كنعطيو شويه في الطول وشويه في العرض، من بعد كندوزوه في الاله. انا هنايا كنت غندوزها في الاله لكن فضلت انني نخليها بلاش باش تشوفوا معايا راه نفس النتيجه. يعني كنبداو كنشكلوا هكا شرائط وكنحيدوا الزائد اكيد باش نقدوها على هذا الشكل هذا. كناخذوا الشريط. فهانتوما الطريقه، الطرف الاول كنديروا في الاصبع الفوقاني يعني 2 اصابع كنلويو على هذا الشكل، كنزيدوا دابا الثالث، من بعد كنلويو غير ثلاث الدوره، كنزيدوا الرابع، من بعد كناخذوا هذا الشريط الاخير كنجيبوه للاصبع الاول، يعني هذا الطرف كيتلاقى مع الطرف الاولاني، من بعد كنحيدوا الاصابع بكل سهوله وكنبداو كنلصقوا او كنثبتوا مزيان باش ما تحلش لينا اثناء القي. فالشكل ديالها واضح كيف كتلاحظوا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى نساليو الكميه اللي عندنا كلها. فهنا مباشره بعد ما ساليت ما خليتهاش ترتاح، يعني راه نشفات، فسخنت الزيت في المقلاة كنديروا كميه غزيره، من بعد كنبداو كنقليو. فلاحظوا هنايا معايا هاد المعسله راه كيتضاعف الحجم ديالها وكتبوق لينا بواحد الشكل زوين، واخا ما فيها لا بيض لا خميره. فكيف لاحظتوا معايا الحجم ديالها كيتضاعف مباشره
مباشره في الزيت على هذا الشكل. كنبداو كنقلبوا فيها هكا بواحد العود خشبيه، يعني كنعطيوها تحمار اللي يكون مقاد. من بعد فاش كتحمر كنحيدوها. فبالنسبه لكم البنات غير تحيدوا هنا، نقصوا على النار مهيله، خليوها باش تبرد باش تحصلوا على نتيجه مزيانه في الشباكيه، كيجيكم التحمار ديالها مقاد. فكيف لاحظتوا معايا خديت هكا مباشره من بعد ما حيدتها من الزيت وضعتها هكا في العسل، فبديت هكا كنعسلها بهذا الشكل هكا، او كنطفيوها في العسل كنخليها. من بعد كنبداو كنضيفوا الكميه الاخرى كنقليوها بنفس الطريقه. النار هنا راهي ناقصه بزاف، يعني كنبردوا شويه ديك الزيت باش ما تعجلش لينا الطياب دغيا وغادي ياخذوا لينا التحمار من التحت اكثر من الفوق. احسن حاجه تتبعوا هذه المراحل اللي قلت لكم. فهنا قبل ما تحمر المقله الثانيه كنحيدوا المقله الاولى، حيت البنات راه كتشرب لكم العسل بواحد الطريقه رهيبه، خصوصا انها مجعبه، يعني كتشرب العسل مزيان وكتجي معسله بواحد الطريقه زوينه، وفي نفس الوقت راه ما كتاخذش لكم الزيت في القلي، يعني راه ما كتشربش لكم نفس الكميه اللي درت في الاول هي اللي استمريت فيها الكل، يعني ما زدتش تماما الزيت. فكنعسلو بهذا الشكل هكا بطريقه عاديه. من بعد كنحيدو قبل ما تحمر لينا المقله الاخرى. فهنا كنحيدو ضروري النار مهيله، كنقصو باش نديرو المقله الثانيه تكون الزيت يعني غير دافيه، ما تكونش دايزه الحراره ديالها. فهنا كنخليو هذه تعسل، وغادي ندوزو كذلك نقليو المقله الاخرى. كيف لاحظتوا معايا المعسله كتجي مجابه وشاربه العسل، فراه واضحه لكم في الصوره على هذا الشكل هكا، كتجي غزاله بزاف. كنحيدوها من بعد كنديروا المقله الاخرى بنفس الطريقه. فهذا هو الشكل ديالها كيف كتلاحظوا عن قرب. بعد ما ساليت كتجي واحد الكميه اللي هي وفيره. انا هنا غير هاد الكميه اللي قدمت معكم، كنرشوها بواحد شويه ديال الجنجلان اولا تخليوها عاديه باللوز اللي بغيتو، يعني على حسب الرغبه ديالكم. انا هذه عطيتها لكم كذلك كفكره، يعني تزينوا هكا الطرف ديالها بشويه ديال الجنجلان من التحت هكا، وترشوا هكا شويه خفيف من الفوق. كيف كتلاحظوا كتجي مجعبه، كتجي في الشكل ديالها غزاله بزاف، وكتجي رائعه ولذيذه ومعسله وفي نفس الوقت هشيشه ومقرمشه. هذا هو الشكل ديالها عن قرب. كنتمنى تكون واضحه والشرح يكون واضح، وتجربوها وتردوا عليا بالتعليق ديالكم. انا هنا غنهرسها معكم باش تشوفوا الهشاشه ديالها، راهي شاربه العسل وكتجي لذيذه بزاف، كتذوب في الفم. فهذا هو الشكل ديالها كيف كتلاحظوا عن قرب، شي حاجه اللي طوب وكتستحق التجربه. يعني الكميه اللي عطيتكم راه كتعطيكم كيلو و200 غرام، يعني كميه اللي هي وفيره. غير بنص كيلو ديال الدقيق كتحصلوا على كميه كثيره. ممكن ديروا يعني الكميه اللي تكون اكثر. فكنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم اكيد، وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء. واللي مازال ما اشتركش في القناه فيشترك باش دائما يتوصل بجديد الوصفات. واكيد ما تنساوش اللايكات ديالكم اللي دائما محفزه، واكيد المرحبا بالاستفسارات ديالكم وكذلك تعليقكم زوينه. اللي بغات شي حاجه تكتبها ليا في التعليق تخليها ليا لتحت. فإلى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو قادم بإذن الله. في أمان الله، مع السلامة وعواشركم مباركة.